بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. ربنا يجبر بخاطرنا وخاطركم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة التي يغفل عنها كثير من الناس أو من المسلمين في هذه الأيام. الحمد لله، كثير من المسلمين يؤدون ويبادرون إلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام لما فيها من فضل، وده طبعا شيء بيثلج الصدر وبتقر به العين إن الخير لسه وما زال موجود. ربنا يجعل ذلك العمل في ميزان حسناتهم ويرزقنا وإياهم الأجر والقبول عند الله عز وجل. وبالطبع كثير من الأعمال الصالحة على تنوعها وعلى اختلافها، أيا كانت صلاة، قراءة قرآن، صيام، أجرها كبير في هذه الأيام. وده طبقا للحديث الشريف الذي قاله أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم فيما معناه: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه العشر إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد فيما معنى الحديث. ولكن معنى هذا الكلام إن العمل في هذه الأيام الأجر بتاعه مضاعف أضعافا مضاعفة. يعني لو أنت مثلا كنت في محل وبتاخد 300 جنيه وجاء مثلا في عرض رمضان، عرض العيد، عرض مش عارف ايه، وليك مكافآت وليك أكثر من ذلك، فدي زي دي. فهذه الأيام العمل فيها مضاعف أضعاف شديدة أيا كان نوعه، صيام، صلاة، قرآن، كذلك كل الأعمال الصالحة. ولكن في عبادة مطلوب ومستحب إن احنا نعملها، وهذه العبادة كثير مننا يغفل منها. يعني ايه المطلوب بالذات؟ لأن احنا بنأدي الصيام، بنأدي الصلاة، ولكن في عبادة بالتحديد لازم تعملها، وهي عبادة التكبير والتهليل والتحميد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن، كل الأعمال الصالحة، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذه الأيام فضلها لأنها تسبق يوم عرفة، يوم التجلي، يوم تجلي الله عز وجل، تجلي يفهمه هو لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذه الأيام على قربها من هذا اليوم العظيم زاد فضلها بركاته. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نكثر من التهليل والتسبيح والتحميد، فعلينا أن نكثر منها. إزاي نأديها؟ إنها ممكن تؤدى بطريق لفظي، إنك أنت تتلفظ الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، تلبي كل يعني ما شأنه تسبيح الله عز وجل وتنزيهه جل في علاه، وتقول الله أكبر باللفظ، وأيضا تقول الله أكبر بالبعد عن الحرام، ولا تسرق ولا تكذب، وتقلل من ذنبك وتترك ذنبك، وتعتقد أن الله أكبر من هذا الذنب، وما سرق السارق إلا وجعل دون الله أكبر من الله، أستغفر الله العظيم. فهذه يعني استنوي إني واستشعر إنك أنت مثلا حتى لو كنت في غير هذه الأيام ضعيف، لا، ارجع عادي وسيب الذنب بتاعك وحاول وقول الله أكبر، لأن التكبير له تأثير روحي حتى شرع أنه تطفأ به النار. لما تشوف النار تقول الله أكبر،
الله أكبر تخمد النار لما لها من تأثير، ولكن لابد أن هذا التكبير اللفظي أن يوافق العمل الذي يرضاه الله ورسوله. فأوصيكم ونفسي بكثرة التهليل والتكبير والتحميد. تحياتي لحضراتكم. لو عجبك الفيديو يا ريت تنشره في كثير من الجروبات والصفحات حتى نذكر بعضنا البعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.